واعره. السلام عليكم الزوينات ديالي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيك بالليمون والكريمه ديال الليمون والشوكولا بلان اللي فايت لي شاركت معكم في البسبوسه. كيك كيجي واعر واكثر من رائع. بالنسبه للمقادير، عندي 4 ديال البيضات، عندي 4 ديال الفورص اولا 250 غرام، عندي 2 خمارات، عندي كاس سنيده وكاس ديال عصير الليمون وكاس لاروب ديال الزيت، عندي قشور ديال الليمون محكوك. اول حاجه كنفقس داك البيض في الاناء. بالنسبه للكريمه ديال الليمون، البنات اللي متبعيني مزيان راه فايت ليا شاركتها معكم في الفيديو ديال البسبوسه، انا غادي نعاود نطلع لكم الفيديو باش تشوفوه. كنضيف كاس ديال سنيده على البيض وكندير قشور ديال الليمون. كنطرب البيض مع سنيده وقشور الليمون حتى كيتضاعف الحجم ديالو. ملي كيتضاعف الحجم ديالو كيولي على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا في الصوره. كنبقى نطرب 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 مزيان ومن بعد كنضيف داك كاس لاروب ديال الزيت تدريجيا وانا كنطرب، ومن بعد كنضيف كاس ديال عصير الليمون وانا كنطرب. صافي، دابا هنا غادي نحيد الباتور الطراب الكهربائي، ما بقى عندي ما ندير به، وغادي نبدا نغربل في الدقيق شويه بشويه. عندي 250 غرام ديال الدقيق، وهنا غادي نستعمل غير الطراب اليدوي الفوي. كنبدا نخلط، ما نخلطش داك التخلاط اللي تنخلطوه بالجهد، لا، كنبدا نخلط وكنبدا نخلط من التحت للفوق من التحت للفوق باش ما نهرسوش هذاك البيض ديالنا اللي حنا طلعنا، باش الكيكه ديالنا تجي مفشفشه وزوينه. كنبقى نغربل شويه بشويه، وفي الاخير كنضيف دوك 2 خمارات من وزن 7 غرام في كل وحده. وبطبيعه الحال ما نساوش قبيصه ديال الملحه بها باش كنقادو المذاق. صافي، والخليط الكيك ها هو ولا عندي واجد، كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للكريمه ديال الليمون، انا صوبتها البارح في الليل كما العاده وبيتها في الثلاجه. هاد الكريمه ديال الليمون واو 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 واو، كتجي خطيره، وكنكها بشوكولا بلون كتجي واعره 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 بزاف. هنا عندي المول اللي غادي نخدم فيه، غادي نخدم بهذا ديال الزاج. تقدروا تخدموا باي مول نتوما كتفضلوا. دونك عندي المول الزاج، لبست ليه البابي كويسه، وغادي نفرغ واحد الكميه من الخليط ديال الكيك، ماشي كلشي. وغادي نبدا ندير في لاكريم ديال الليمون. عرفتي البنات، هاد لاكريم ديال الليمون في هاد الكيكه واو 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 واو، شحال كتجي واعره. بالنسبه للاكريم راه ما كتبقاش الوسط، راه لاكريم راه كتهبط، راه كتولي عندنا هي الطبقه الاولى، وعاد كتولي عندنا طبقه ديال الكيك الفوق. عرفتي ملي كتبداو تاكلوا كتعضوا كطيحوا في الكريمه ديال الليمون، اش غادي نقول لكم واحد الدمار قاتل بديك اللذه اللي في هاد الكيكه. وهنا الكيكه ديالي غادي نحطها في الفران بارد. البنات الفران مازال ما شعلتش عليه باش نخليها طيب على خاطرها. كنحط الكيكه في الفران عاد كنشعل عليه، كندير الفوق والتحت على درجه حراره 180 حتى كطيب ليا، وكنخرجها كنخليها حتى كتبرد، عاد كنحيدها من المول ديالها.
انا عندي الكيكه من بعد ما بردات. دابا غادي نحيد لها البابي كويسون باش ندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديالها. راه كتجي طالعه وعاليه وكتجي هشيشه ومفشفشه ورطبه وكانكم ساقينها من الداخل وهي راه ما مسقياش. كتجي غزاله ولذيذه لذيذه 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 لواحد الدرجه ما كتصورش. نتوما عارفيني ما نشكرش لكم شي حاجه الا ما كانتش واعره ولا ما كانتش بنينه. انا هنا ما كانش عندي الوقت باش نصوب واحد لاصوص الليمون بحال اللي فايت ليا. درت في واحد الكيكه اللي غديروا فيها نتوما الا ما عندكمش بون. هاد لاصوص انا عندي واجده كناخذها من بانانيغوس. غادي ديروا كاس ديال الليمون، عصير الليمون، نص كاس ديال السنيده مع معلقه كبيره ديال النشا. غديروهم في كاسرونه، غادي تبقاو فوق البوطه مع التحريك حتى كيختار لكم الخليط واحد شويه. غتخليوه حتى يبرد به. غادي تسقيو الكيكه ديالكم من الفوق وكيجي فيها واحد المنظر جميل جدا وكيعطي حتى واحد اللذه زوينه. ما كانش عندي الوقت باش نديرها، اكتفيت غير بهاد لاصوص اللي عندي واجده حتى هي راها جات بنينه بزاف. وديكوريتها بنفس الطريقه ديال الليمون اللي فايت ليا شاركت معكم في البسبوسه باش هكا يكون عندي داك الغابيل ديال بلي انه راه كيكه مصوبه بالليمون. نبغي نقول واحد القضيه، كاين بعض الناس اللي كيقولوا لا الليمون راه هو الحامض. حنا في المغرب فاش حلينا عينينا على شي حاجه سميتها الليمون. الحامض سي سيترون الحامض. ملي كنمشيو عند الخضار ما تنقولوش لي عافاك عطيني كيلو ديال البرتقال، تنقولوا لي عطينا عافاك كيلو ديال الليمون. دونك فبغيت غير نوضح هذه المساله حيت كاينين بعض الناس كيقولك ولا ووضحي راه الليمون راه هو البرتقال، ولكن انا كندوي بالدارجه العامه ديالنا. الليمون سي الليمون كنمشي عند مول الحانوت ولا عند الخضار كنقولوا عافاك اعطيني الليمون، ما كنقولش البرتقال. البرتقال يمكن في بعض الدول العربيه كيقولوا البرتقال، وبالنسبه لهم الليمون فهو الحامض. حنا في المغرب هنا لا، الليمون هو الليمون. انا هنا غادي نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي هشيشه بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. والله كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتشاركوا معايا التطبيقات ديالكم، وبالاخص فاش كتضيفوا ليها هاد الكريمه ديال الليمون. شوفوا معايا كيفاش كتجي، شوفوا معايا الطريف ديال الكيكه اللي قطعت لكم كيفاش كتجي. شوفوا على الرطوبيه. بالنسبه للكريمه ديال الليمون هي هذه اللي كتشوفوا معايا في الصوره، كتولي عندنا كطبقه اولى كتهبط لتحت، والطبقه الثانيه هو الكيك اللي كيكون عندنا من الفوق كتجي فنه. بالنسبه للكريمه ديال الليمون كيف قلت لكم تقدروا تحافظوا عليها في الثلاجه حتى الاسبوع، وباذن الله في الحلقه الجايه غنعاود نشارك معكم وصفه بكريمه ديال الليمون اللي كتجي خطيره. انا هذه الكيكه ما يمكنش شحال كتحمقني. شوفوا على الرطوبيه وشحال كتجي هشيشه، وكتجي ديك الطبقه ديال الكريمه فيها من التحت كتجي غزاله وبنينه. هديه مني لعشاق شي حاجه سميتها الليمون. يا بسم الله. واو